اتجوزها أكبر منه ب6 سنين، وقع في حبها من أول ما شافها في اللوكيشن، وعمل مشاكل مع أهله وأهلها علشان يتجوزها. بيغير عليها من الهوا لدرجة إنه ما بيقبلش إنها تمثل مع راجل غيره، وبيقول أنا دمي حامش على الآخر ووحش الكون واحد بس. أسرار قصة حب الكوماندا ووحش الكون وتفاصيلها تعرفها لأول مرة. من أول ما شافها في اللوكيشن وهو واقع في حبها من الدور ال19 ومش شايف ستات غيرها في حياته، وبيقول يا إما ياسمين يا إما بلاش. هي دي اللي عوضتني عن كل سنين التعب، واللي راح قبلها مش محسوب من العمر. بدأت العلاقة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي سنة 2019 لما نشرت ياسمين بوست على حسابها الرسمي بالإنستجرام ودعمت الفنان أحمد العوضي بكلام إيجابي لنجاح مسلسل شديد الخطورة. والعلاقة بدأت بصداقة أثناء تصوير مسلسل لآخر نفس اللي اتعرض في رمضان 2019، ومن ساعتها وياسمين وأحمد بقوا يتقابلوا كتير، لكن لغاية الوقت ده الموضوع كان صداقة بس. لكن في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ال40 كانت بداية الارتباط، لما ظهرت مع العوضي في صورة بانت إنهم قريبين من بعض، وده اللي ما كانش حد يتوقعه. معقولة تكون في علاقة مع أحمد العوضي اللي أصغر منها ب6 سنين؟ اللي لفت الأنظار بعد كده إن ياسمين نشرت صورتها مع العوضي في عيد ميلادها، ورد عليها العوضي بقلوب كتير، وبعدها كل الناس خدت بالها إن أكيد في حاجة بين العوضي وياسمين عبد العزيز، والكل بقى بيتكلم عنهم وإن أكيد في ارتباط بينهم. لغاية لما ظهر وائل عبد العزيز أخو ياسمين وطلع هاجمها في بوست على حسابها الرسمي بالفيسبوك، وانتقد تصرفات أخته وارتباطها براجل أصغر منها ب6 سنين، ووجه اتهام لأحمد العوضي إنه بيستغل ياسمين علشان هي نجمة كبيرة. الهجوم على ياسمين جعلها تعلن عن ارتباطها بالعوضي بشكل رسمي وإنهم اتجوزوا فعلا، ونشر هو صورة ليها وكتب عليها بحبك يا ياسمين، وبعدها نشرت ياسمين عبد العزيز نفس الصورة وكتبت عليها بحبك يا أحمد، وأعلنوا عن جوازهم عن طريق تغيير الحالة الاجتماعية على الفيسبوك من أعزب لمتزوج. وبدأت الناس تقول معقول هيقدر يعيش معاه وهي أكبر منه؟ طيب هيقدر يعيش معاها وهي كبيرة في السن وفي صعوبة إنها تخلف تاني؟ لحد ما ياسمين تعبت ودخلت المستشفى، وحالتها استدعت إنها تعمل عملية استئصال أكياس بتطلع عليها في الرحم، وبتضطر تستأصلها لأنها بتسبب ليها آلام شديدة. ده غير إن الأكياس دي بتمنعها من الخلفة أصلا. وقالت ياسمين في برنامج مع منى الشاذلي إن الأكياس دي عندها من وهي في 16 سنة وعملت عملية استئصال قبل كده. السؤال هنا بقى، تفتكروا الحب ممكن يخلي أحمد العوضي يتنازل عن إنه يبقى أب، ولا من حقه يتجوز تاني علشان يخلف؟ وهل ياسمين عبد العزيز هتسمح بده ولا لأ؟ هنستنى ردكم في التعليقات وهنقرأ كل تعليقاتكم.